أكد نادي الوكرة القطري تلقيه عرضاً من جانب نادي بيراميدز للتعاقد مع حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتي ذلك في ظل رغبة السماوي في تدعيم صفوفه استعداداً لقادم المنافسات بالموسم المقبل. وكشف محمد السلايطي المسؤول الإعلامي لنادي الوكرة في تصريحات عبر يلا كورة عن وجود عرض من جانب نادي بيراميدز للتعاقد مع حمدي فتحي، وذلك خلال الوقت الراهن. وأوضح أن نادي الوكرة يدرس حالياً العرض المقدم من جانب بيراميدز على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال محمد السلايطي المسؤول الإعلامي لنادي الوكرة ليلا كورة: تلقينا عرضاً من جانب نادي بيراميدز للتعاقد مع حمدي فتحي خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وأضاف: نادي الوكرة يدرس حالياً العرض المقدم من بيراميدز، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم اتخاذ القرار النهائي. ما زال مسلسل تمرد وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مستمراً بعد رفضه الخضوع لأشعة رنين كان مقرراً إقامتها في 12 ظهر اليوم الثلاثاء. وأخطر محمد يوسف المدير الرياضي لنادي الأهلي وسام أبو علي بخصم 5 طن ملئة من قيمة عقده بسبب غيابه عن أشعة الرنين، ورفض وسام أبو علي تسليم جواز السفر الخاص به لإدارة النادي، إنهاء إجراءات سفره رفقة الفريق لمعسكر تونس لإصراره على الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية. وهدد محمد يوسف بمضاعفة العقوبة حالة غيب وسام أبو علي عن معسكر الأهلي في تونس، حيث من المقرر أن يطير الفريق يوم الجمعة المقبل. يأتي ذلك في ظل استمرار غياب وسام أبو علي عن تدريبات الأهلي بعد تخلفه في وقت سابق عن الخضوع للقياسات البدنية التي يخضع لها جميع اللاعبين ضمن التحضيرات للموسم الجديد، إذ أكد اللاعب حينها معاناته من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بورتو ضمن منافسات كأس العالم للأندية. يرغب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في اللعب لنادي الزمالك، حسبما أكد الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي في قناة الأهلي. ويرتبط اسم أحمد عبد القادر بالانتقال لنادي الزمالك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الأهلي المدجج بالنجوم في مركزه حالياً. وقال أحمد شوبير عبر قناة الأهلي: سأقول كلام ليس بجديد لكن ثقيلا بعض الشيء. أحمد عبد القادر رغبته الأولى هي اللعب لنادي الزمالك، وجلس أكثر من مرة مع مسؤول الزمالك. وقال أحمد شوبير عبر قناة الأهلي: سأقول كلام ليس بجديد لكن ثقيل بعض الشيء. أحمد عبد القادر رغبته الأولى هي اللعب لنادي الزمالك، وجلس أكثر من مرة مع مسؤول الزمالك. وأضاف: الزمالك يتفاوض مع أحمد عبد القادر رغم استمرار عقده مع الأهلي، هذه معلومات قد تكون مؤكدة بنسبة كبيرة. وواصل شوبير: الأهلي لن يترك عبد القادر إلا بالقيمة المناسبة، والموقف الحالي إذا لم يأتي عرضا مناسبا للاعب سيتدرب مع الأهلي وعليه أن يثبت نفسه.